الموسم اللي شكله مش هينتهي، لان الدور الاول بتاعه زي ما قالوا لنا بتوع الرابطه هيخلص في شهر 4، وما اعتقدش من شهر 4 لشهر 7 او 8 هيقدروا يخلصوا فيه الدوري، وغالبا الموسم ده مش هيكمل للاخر. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده وموسم جديد من برنامجكم كوره مع ميجا، موسم 23 24، واللي كانت بدايته امبارح بمباراه طلائع الجيش والبنك الاهلي، واللي انتهت لصالح نادي طلائع الجيش 2-0. النهارده استكمال مباريات الدور الاول، كان في لقاء زد الاسماعيلي واللي انتهى بفوز الاسماعيلي 1-0، وكمان الاهلي والمصري واللي انتهى بفوز النادي الاهلي 4-0. في عجاله مباراه الاسماعيلي وزد كانت مباراه الى حد ما فيهاش كوره كتير، ولكن كان استحواذ فيها بنسبه كبيره لنادي زد، ودي كانت مفاجاه كبيره جدا خصوصا جماهير نادي الاسماعيلي. ولكن كانت المفاجاه بفوز نادي زد 1-0، فوز تاريخي، اول مباراه ليهم في الدوري، وبيكسبوا فريق كبير، فريق عريق اللي هو النادي الاسماعيلي. والنادي الاسماعيلي للموسم الرابع على التوالي بيعاني، رغم انه كان عنده فتره اعداد كبيره جدا او فتره صيفيه كبيره جدا يقدر يدعم فيها فريقه ويجيب لعيبه وخلافه، لكن كان عنده ازمه قيد على غرار نادي الزمالك هو كمان، وما قدرش يخلص نفسه من المشكله ديت، وما عملش تدعيمات كبيره، بل انه تخلى عن بعض اعمده الفريق الرئيسيه. وبرغم تعاقدهم مع مدير فني كبير زي الكابتن ايهاب جلال، لكن الاداء النهارده كان سيء جدا جدا جدا، وما اشبه الليله بالبارحه. الاسماعيلي سيعاني طوال الموسم مثلما عانى في المواسم الثلاثه السابقه. اما هنخش على مباراتنا الكبيره النهارده، واللي كانت بين النادي الاهلي والنادي المصري، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه تاريخيه ما تتكررش كتير، 4-0. اتكررت مرتين قبل كده، مره في الستينات ومره في السبعينات، والسنه دي اتكررت بفوز النادي الاهلي 4-0، خلاف ما كنا بنشوف علي ماهر دايما مع فريق فيوتشر. والفريق اللي دربها قبل كده كان بيلعب كوره جميله جدا وجمل تكتيكيه محفظه للعيبه، وفي طريقه هجوميه بيلعب بيها. النهارده ما شفناش حاجه من دول خالص، مع ان نادي المصري مدعم فريقه بلعيبه كتير جدا ولاعيبه جامده جدا جدا، ولكنه ما قدرش يعمل حاجه قدام النادي الاهلي النهارده. الشوط الاول تقريبا علي ماهر مقفل دفاعاته، بيلعب على هجمه مرتده يمكن من خلالها يجيب جون، ولكن النادي الاهلي كان مستحوذ ومسيطر خلال الشوط الاول، وقدر يجيب هدف في الشوط الاول احرزه رضا سليم الوافد الجديد الى النادي الاهلي. ولكن في الشوط الثاني ومع طرد باهر المحمدي المنتقل حديثا من النادي الاسماعيلي الى النادي المصري في بدايه الشوط الثاني، بعدها قدر النادي الاهلي يسيطر سيطره كامله على المباراه ويحرز 3 اهداف. الهدف الثاني والثالث احرزهم بيرسي تاو، والهدف الرابع العائد من الاصابه كريم فؤاد. بكده حلقتنا تنتهي النهارده، واشوفكم في حلقه قريبه ان شاء الله في موسم كروي غالبا لن يكتمل. كوره مع مين؟